الحبايب مساء الخير. في أكذوبة كبيرة جدا يعني في حياتنا اسمها اللاعب كهربا، محمود كهربا. امبارح شفت طبعا موقف وهو بيزق امام عاشور كده وما اعرفش ايه علشان ما يسجلش مع مهيب عبد الهادي. وللامانه انا مش من محبين مهيب ولا من ولا انا انا ما بحبش مهيب خالص، تمام، وبسترخمه يعني. وانا راجل اهلاوي مش زملكاوي، يعني انا كنت يعني مبسوط امبارح بالفوز. ولكن عارفين في ناس في حياتنا كده انت ما تعرفش هو شغال ايه، يعني ايه انجازاته، ولكن هو يعني مال الدنيا ضجيج ضجيج بلا طحين. يعني كهربا ده انت ما تشوفلوش انجاز، تمام، ما تشوفلوش مثلا ماتش مباراه نيجي نقول يا نهار اسود ده الواد ده ما فيش زيه خالص. ولكن انت ممكن تشوف له مثلا بوست على السوشيال ميديا يقلب الدنيا، تشوف مثلا يرتبط ببنت حد شهير زي بنت عصام الحضري وبعدين بعد شويه يسيبها. تشوف ان هو بيدفع غرامه ماليه كبيره جدا 2 مليون دولار، يعني 120 مليون جنيه، وهو اصلا يعني سعره في السوق ما يستاهلش 50 مليون جنيه. فاهمين الفكره؟ هو ده كهربا. امبارح انا ما اعرفش ايه السبب، يعني انت مثلا يا كابتن كهربا عندك مشكله مع مهيب، تمام، مش بالضروره انك انت تخلي امام عاشور ما يسجلش معاه. انت فاهم الفكره؟ رغم ان انتوا على فكره هم بعد كده سجلوا معاه. دي بقى اللي انا عايز اقوله لكم، يعني ان رغم اللي عمله كهربا ده، ان هو اساسا هو وامام عاشور سجلوا مع مهيب عبد الهادي، واللقاء يعني اتعرض على MBC مصر امبارح بالليل. لكن ازاي تفوت اللقطه؟ ازاي في كام الف متفرج اهلاويه وزملكاويه وسعوديين والعالم العربي كله بيتفرج على الماتش وكهربا ما يكونش ليه ظهور؟ بس يبقى ليه ظهور فين؟ مش جوه الملعب، مش ساعه المباراه، لا، يا اما بعد المباراه، يا اما قبل المباراه، يا اما اثناء المباراه بس هو على الخط بره، تمام، لكن جوه الملعب لا. هو ده كهربا. في ناس كتير كده، مش كهربا بس، يعني احنا عندنا حتى في الوسط الفني ناس كده، حتى يعني هم ماليين الدنيا ضجيج بس انت ما تعرفهمش هم بيعملوا ايه. يعني مثلا زي سما المصري، لا هي فنانه ولا هي مطربه ولا هي مذيعه ولا هي صحفيه ولا هي اي حاجه خالص، تمام، بس يعني الله يفك سجنها، تقريبا هي خرجت، بس كانت ماليه الدنيا ضجيج. زي كانت طليقه الفيشاوي دي، تمام، تلاقيها ماليه الدنيا ضجيج وموجوده في المهرجانات، ما تعرفش هي بتعمل ايه، بس هي موجوده وفي ليها متابعين على السوشيال ميديا. هو ده كهربا. بص يا كابتن كهربا، انا بحب الراجل الموهوب، انا بحب الشخصيه الموهوبه في اي حاجه، ان شاء الله حتى يكون كهربائي سيليسيون بس يكون موهوب، تمام، وما بحبش اللي هو يعني بتاع الثلاث ورقات. للاسف انا مش شايفك انك انت موهوب بالشكل يعني على قدر انتشارك، على قدر اللي هو الجدل اللي انت بتعمله. لو انت ركزت اعتقد ممكن تعمل حاجه احسن من كده بكتير جدا، يعني للاسف يعني. وزي ما انا قلت في زي كهربا لعيبه كتير. طيب بالنسبه لامام عاشور، امام عاشور شاب لطيف، انا شايف ان هو يعني شاب طيب جدا جدا، يعني رغم ان انا عليه يعني عليه ملاحظات اكيد. يعني امام عاشور خد اكبر من حجمه، رغم ان هو امبارح يعني هو كان احسنهم. الماتش امبارح كان سيء وزباله من كل النواحي. انا مش هتكلم طبعا، انا بص دايما اقول اعتبروني اكتر واحد ما بفهمش كوره، لكن اسوأ مباراه ومباراه تعر اصلا، تمام، شفناها هي دي. يعني معمول لها بروباجندا كبيره جدا ودعايه يعني عالميه ومخرج عالمي وحكم كبير وما اعرفش ايه، وفي النهايه مباراه اقسم بالله غزل المحله بيلاعب الالومنيوم او بيلاعب فريق اسوان، يعني هو كده، تمام. ولكن تمام، يعني حتى الجون اللي جابه كهربا، اللي جابه اسف امام عاشور، واللي هو عليه اختلاف وما اعرفش ايه، واحنا مش هنتكلم في فكره الاختلاف لان الجون صحيح، تمام، واللي بيتكلم غير كده غلطان. لكن حتى يجي يقول اصل واد امام عملها، يا راجل ده راح ده ضربها بقصبه رجله، ده حتى ما عرفش يلبسها يعني على راي رضا عبد العال لا شوطه صح ولا باص صح، بس تمام يعني مفيش مشكله. هو اجرأ واحد امبارح لان كان كل اللعيبه خايفه، كل اللعيبه متلخبطه، بتحس ان في حاجه غلط حاصله، مش لا ده الاهلي ولا ده الزمالك ولا دي اصلا الكره المصريه، والمشكله يعني فضيحه. انت عارف مثلا لو في استاد القاهره كده وملمومين وزيتنا في دقيقه هنقول ماشي مفيش مشكله، مباراه بين الاهلي والزمالك وتعدي، لكن معمول لها كل الضجه دي والمستوى يبقى كده، لا وجايبين بقى رونالدو وجايبين بقى معرفش ايه ده، وفي الاخر خالص حاجه سيئه جدا، حاجه زباله. فاحنا يا جماعه حتى هذه اللحظه احنا ما عندناش كوره، احنا في مصر ما عندناش لعيبه، ما عندناش لعيب اللي انت تراهن عليه، لا عبد الله السعيد بقى ولا شيكابالا ولا حتى امام عاشور ولا كهربا ولا الكلام ده، اقسم بالله العظيم كلهم فقاعات، اقسم بالله احنا ما عندنا دلوقتي لعيب ممكن تراهن عليه، ولا عندنا فرقه تقدر تراهن عليها تقول الفرقه دي تمام. الله يرحم جيل الطيبين، الجيل الذهبي للكره المصريه، ابو تريكه وبركات ووائل جمعه وسيد معوض والمجموعه دي ومحمد شوقي ومحمد زيدان، دول لا يعوضوا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. شكرا.